بتحب الموتوسيكلات ولسه ما تعرفش الاختراع اللي نزلته شركة تي في اس، فانت فايتك كتير قوي. اعمل سيف للفيديو عشان اللي معانا النهارده ده يستاهل ان انت ترجع تتفرج عليه مرة تانية، وفعلا قيمة مقابل سعر. النهارده معانا سكوتر جديد من شركة تي في اس اكس ال 100. هو موديل جديد نزل لنا من شركة تي في اس. ده سكوتر مش موتوسيكل لان هو ما فيهوش غيارات. من اهم المميزات بتاعته ان تانك البنزين بتاعه 4 لتر، واللتر الواحد بيمشيك 70 كيلو. يعني ال4 لتر دول يمشوك حوالي 250 كيلو. كل التفويله بتاعته بتبقى ب 70 جنيه، هتمشيك فتره طويله جدا. سكوتر مميز بينزل بضمان سنتين و30 الف كيلو، وده من اهم المميزات بتاعته. يعني هو على اغلب السنتين دول هتبقى اعطاله قليله جدا، وقد تكون مفيش اعطال اصلا. غير كده ان هو كله حديد في حديد، يعني اغلب الاجزاء بتاعته من المعدن زي ما احنا شايفين كده، مفهوش فبر خالص. فانت مش تحتاج له قطع غيار، وهتبقى المصاريف التشغيل بتاعته قليله جدا. هو الزيت والبنزين اللي هو قد يكون بيشم البنزين بس اصلا. سكوتر بينزل في رينج اقل من 40,000 جنيه، ينفع جميع الاعمار. لو جايبه لوالدك او جايبه تشتغل بيه فهو هيبقى اختيار حلو جدا، لان هو بيشيل حموله كبيره لغايه 250 و300 كيلو. الموتوسيكل ده بيجي باضاءات عاديه هالوجين لسهوله الاستخدام، وتكون رخيصه برضو. بيجي بجنوط سلك. جنوط السلك زي ما احنا عارفين بتدي مرونة اكتر في المشاوير، وبتكون سهلة في الاستخدام اكتر. متوفر لدى معرض مكنة وسكوتر جميع الالوان بالسعر الرسمي. كمان متاح تقسيط عن طريق ابلكيشن مايلو. كل اللي بتحتاجه البطاقة بس يكون فيها الوظيفة، او معاك مفردات مرتب. وزي ما احنا شايفين هو بسيط جدا في العداد، يعني عداد انالوج مش هيبقى فيه اي حاجة. كمان سهل جدا في الاستخدام. كل اللي انت بتعمله بتفتح بس الكونتاكت وبتمسك فرامل، بتدور السكوتر بيدور في اقل من لحظة. حتى مستخدمين فيه تقنية جديدة، بدل المارش بتبقى اسهل بكتير قوي في الاستخدام، وعمرها الافتراضي اطول. الموتوسيكل ده او السكوتر ده من اكتر السكوترات مبيعا في شركة تي في اس، وده اللي خلى شركة تي في اس ليها اسم في الهند. حاجه لسه جديده بس في نفس الوقت عمليه جدا، لان تي في اس ما بتخاطرش باسمها خالص. اي حاجه بتديها لك بضمان عالي جدا، وكمان توفير خدمه ما بعد البيع في الضمان، وكمان مراكز صيانه على مستوى الجمهوريه. فتي في اس من انظف واحسن الشركات اللي موجوده في مصر في خدمه ما بعد البيع والضمان.